حجم الرئة هاي وهنا حجم المعدة. طب يجي أول حافر ذاك يضرب من هاي الصفحة. يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوان، اللي يدور حصان قوي مواصفاته قوية بالتحمل بالركوب، عدم اصابات الاوتار قليلة، اصابات الالتهابات الرئوية لا سامح الله او المشاكل التنفسية، عدو مسافات كثيرة، مثلا نقول بالفتح او الهد نسميه بطريقة العراقيين 9 كيلوات 10 كيلوات الحد الاقصى هذا، اما الحد المتوسط 4 كيلوات الى 3. تمام. يدور مواصفات صدر عريض، رئة كبيرة، حجم ضخم، مناخير كبار. راح اشرح لكم اياها مثل ما موضح بالفيديو. نوع اخوان، هذا هو الصدر العريض، يكون شبه اكو خيل تجي اقل، اكو خيل تجي هيك تشفها. شنو فائدة الصدر العريض او المناخير الكبيرة؟ هذا منخر شوفوا صغير، اما هذا حاول يركض ويهذب، منخره يكبر كلش. تمام. الرئة كبيرة، شوف الرئة، حجم الرئة هاي وهنا حجم المعدة. طبعا مثل ما اكرر، حجم الرئة بس بالخيل العربية، اعيد واكرر، حجم الرئة الكبيرة بس بالخيل العربية، اما الخيل المستورد تجي هاي رئة من هنا، الرئة تجي هنا مثل ما موضح عندكم، تجي صغيرة منها. هذا حجم الرئة للمستورد مثل ما موضح. هذا حجم الرئة للخيل المستورد اللي هي الانجليزية، وهذا حجم المعدة. اما الخيل العربية هذا هو حجم المعدة، شوفوا هذا هو حجم المعدة، وهذا حجم الرئة. شوفوا حجم الرئة هذا وازيد منها. طبعا حجم المعدة مثل ما قلت، هذا حجم المعدة، يخزن اكل قليل، ومن هنا تتكرمون المثانة وعمليات الادرار، ياخذ مي قليل واكل قليل وقوة تحمل قوية. نرجع على موضوع الصدر اخوان. هذا الصدر مثل ما تشوفون، وذيك القوائم الورا. القوائم الورا مثل ما تعرفون، الخيل من تركض راح يجي اول حافر ذاك يضرب من هاي الصفحة، يضرب هاي الصفحة. اذا كان الصدر القوائم يعزلهم الصدر ضيقة، راح تسبب مشاكل، الا وهي تمزق الاوتار. هذه هي الاوتار مثل ما تشوفون الصلبة، هذا هي اخطر مكان بالحصان، هي والعظم. هذا مو عظم طبعا، هذا غضروف، البعض يحسبه عظم، والناس تسأل هذا ليش؟ اغلب المرات ينكسر وما له علاج يكون الحصان. افترض لك افتراضيا، مثلا هذا الاظفر عندك قرفته وحاولت ترجعه، ما يرجع، اكيد ما يرجع، يعني هو غضروف، عبارة عن غضروف من قار الدجاجة او من قار الصقر او مخالب الدجاجة ومخالب الصقر، كلها تعتمد على الغضاريف مثل الاظافير او القرون، قرن الجاموس او غير قرن. اذا انكسر ما يرجع، مو مثل عظم ويتناسق، مثل ما قلت لكم، هذا هو الغضروف. تمام. هذا حصان طبعا ارتفاعه حاليا 157، بس هو يبين الارتفاع مو بالقوائم. هذا اهم نقطة من تشتري الحصان. اذا اشتريت حصان ضخم لا تاخذ قوائم طوال، يجي منه قوائم طوال وجسم صغير. الجسم الصغير ما يفيدك، الجسم الصغير يعتمد على الرئة، يعتمد على العضلات، على الكتف واللخ. كل ما كبر كتف الحصان كل ما قوة تكرمو، استغفر الله، كل ما كبر كتف الحصان كل ما الحصان زاد تحمله وقوته، اي الاصابات تثقل عنده. تمام. نرجع على موضوعنا. شنو اللي يميز الخيل العربية بالقوائم؟ شوف هاي العصبة اخوان، الاعصاب هاي ما تتعدى الشبر، اقل الشبر. كل ما قصرت الاعصاب، استغفر الله، طبعا اعذرونا صوت الطيارة شتتنا فاضطرينا نقطع التصوير. نرجع على موضوعنا. كل ما قصرت القوائم، استغفر الله، الاوتار مال الحصان، كل ما قلت الاصابات، مثل ما قلت لكم، كل ما قلت الاصابات. طيب نرجع على موضوع، ليش ناخذ كتف عريض؟ مثل ما قلت لكم اخوان، الحصان من يركض عبارة عن هاي، مثلا نقول هاي الرجل ورا وهاي الرجل قدام، راح تطلع الرجل ورا على القدام، هيك راح تصير. اما اذا كان الصدر عريض راح تطلع الرجل ورا والقدام، راح تضرب بالثنين ذني، هيك تصير تضرب بالثنين ذني، فمنها حيسبب لنا مشاكل بالاوتار. اذا كان الحصان
الحذاء من يحذيها راح يطلع منه انا بسمار، تمام، منها البسمار راح يطلعه، فمن يطلع البسمار منها راح تضرب الا وهي الاعصاب، راح تضرب الاعصاب منها تسبب لنا مشاكل تمزق اوتار وخلل كبير، يعني تورم الاوتار تصير ورمتها هيج وصعب علاجها، ومرات تدوم ويا الحصان حد ما ماته. وشلون اقول لك، حتى لو هي دامت عليه راح يتعود على الالم مالتها وما راح يحس بها من اوغاد، بس همين راح تسبب له مشاكل، مثلا طلعت بيه كيلوين راح يتاثر الحصان كلش ويتعور. نقطة مهمة. النقطة الثانية اخوان اللي هي الرئة. شنو فائدة الرئة الكبيرة؟ الرئة الكبيرة التحمل بالركض، تحمل بالمسافات العالية، العطش الزائد يتحمل الحصان، تمام؟ شغلة أخيرة ألا وهي المعدة الصغيرة. المعدة الصغيرة مثل ما قلت لكم اخوان تحمل الأكل القليل، تمام؟ تحمل الأكل قليل ويخزن الحصان، عكس المستورد. الحصان المستورد ياكل أكل هواي، بس المشكلة انه بعد ما ياكله راح يسبب له مشاكل بالمعده، مثلا مغص خفيف مو ذاك المغص القوي، مغص خفيف، مثلا التواء بالامعاء قليل او وجع بالبطن، فراح يضطر انه هو تكرمون يتكرم ويروثه. اما الحصان العربي لا، ما عليه اي شيء. الحصان العربي اذا كنت مهتم بصحه الحصان، تشخيص المعده، جراحه الامعاء اذا كانت الامعاء مجرحه او عدى تورم بالامعاء، حليت السالفه هاي تجي حلولها عبر ادويه او غذاء. طبعا خليكم هنا منتج هذا انا استخدمته الحصان، كانت بي شويه التهابات بالامعاء وصعوبه هضم، استخدمته وياه وكلش فاد ويا الحصان. من اول 30 يوم 20 يوم فاد ويا الحصان وجرى ومشى وياه عديل وبدا السمن يطلع عليه مثل ما قلت لكم اخوان. ونرجع على موضوع الجسم. هذا جسم الحصان. طبعا اللي يسأل عن الخيل اللي تتحمل قوة راح تقول لي شنو مثلا نوع هذا الحصان؟ هو جاي بقول لك شنو نوعه؟ قول الفصيلة مالته شنو، تمام؟ الفصيلة عربي جزيري، تراكيب قديمة. التراكيب القديمة تجي بهذه الضخامة، شوف اخوان هذه الضخامة تبين وياكم. الاغلب يقول هذا مستورد ولا الاغلب يقولون مستورد او عربي، معروفة هي، معروف العربي. كبر القوائم، عرض الرقبة، شوف الرقبة شلون عريضة، الرقبة عريضة كلش، طبعا ما مبينة بالتصوير. عرض الرقبة، عرض الصدر، الوجه يختلف عن المستوى، يصير وجهها أكبر، عرض القصة، الجبهة عريضة، العيون الواسعة شوفوا قد الكف إلا شوية، المنخر، الحلق، الخشم، تمام؟ مثل ما قلت لكم اخوان وعيدة الشرح، اذا كنت تبحث عن حصان سباقات قليلة، مو سباقات عالية كلش مرتفعة، سباقات قليلة مسافة كيلوين او كيلو بالسرعة، اخذ مستورد. اما اذا تبحث عن مسافات عالية بالسباقات، مثلا انا اعطيك مثال، الحصان هذا قطع مسافة 6 كيلوات فيت وعدل بحدود 3 دقائق قطع مسافة 6 كيلوات ونص على طريق متعرج، تمام؟ داخل سباقات الحصان هذا ومسافر محافظات. حتقولي شلون سافر محافظات؟ مثلا من مدينة لمدينة، مسافة النجف إلى كربلاء 81 كيلومتر، الحصان هذا قطعها يومين وصلت بيه كربلاء. طبعا هذا حكي بالمشاية والعلف متوفر والعلاجات واللخ، بس ما احتاجينا أي علاجات أو شلون أقول لكم مغذيات أو شيء لا سامح الله، ولا أصابتنا أي حالات مثل مغص أو غير مغص. استفسار عن موضوع آخر أو شيء، حسابي بالانستغرام موجود، ونستودعكم الله أخوان.